السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بقى في العيد الكبير، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسعادة وسلامة. العيد الكبير يعني فتة، يعني لحمة، يعني رز، يعني فتة خل وتوم ده كده، فاهميني؟ الروايح الحلوة دي بتاعت العيد بقى، القمر 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 دي، ربنا ما يحرمكمش ابدا ابدا من الخير ولا من حبايبكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي منى ودي قناتي. اتفرجوا على القناة كلها واشتركوا في القناة وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها على القناة. بصوا بقى، هنا أول حاجة جبتها، عملت فصصت كده راس توم، ما تكون متوسطة، راس بحالها. تمام، هدقها دقة حلوة وانعمها في الهون. خلاص. وهحط لها بس ربع معلقة كده من الملح. خلاص، بصوا نعمتها بالطريقة دي كده اهو. وهنا كده هحتاج حوالي كيلو من الطماطم. تمام. انا غسلت الطماطم غسله حلوه، وضربتها في الخلاط وصفيتها زي ما انتم شايفين كده عشان الصلصه بتاعتي تطلع ناعمه. وطبعا مش هستغنى عنه الخل. خلاص، يبقى حضرت هنا الطماطم والخل. تمام، عشان بص في ثانيه واحده بس بتتعمل. خلاص، التوم زي ما انتم عارفين التوم ما بياخدش وقت على النار خالص. حضرت حله وحطيت فيها شويه من الزيت، وقطع كده من السمنه البلدي. سمنه بلدي سمنه نباتي كله بينفع، وبتطلع طعمها زي القمر، انا جربتها بالاتنين. تمام. خلاص كده الموجود عندك اعملي بيه. هقلب التوم تقليبه كويسه لحد ما التوم بس كده يبتدي يصفر معايا. ما تخليش، بس اهم حاجه يا جماعه التوم يغمق معاكي. دي اهم خطوه في الصلصه بتاعت النهارده. تمام، بصوا التوم هنا كده ابتدى اهو ياخد لون. زي ما انتوا شايفين كده، ايدي فيه ما بسيبهاش خالص. خلاص، لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده بنزلها على القناه. اول لما ابتدى الثوم ياخد اللون الاصفر الرايق ده، تمام، ما خلوش يحمر خالص، هحط حوالي نص كوبايه من الخل. هحط حوالي نص كوبايه من الخل واديهم تقليبه كده على النار. تمام، وهقسمهم لجزئين. تمام، جزء هو ده بقى بالخل والثوم، والجزء التاني بقى ده هنزل عليه الطماطم، عصير الطماطم بتاعي عشان يبقى الصلصه بتاعتي. بصوا الطريقه دي بتودي الصلصه في حته تانية. حتى لو ما عملتيش صلصه الخل والثوم بتبقى قمر قمر قمر. بس بصراحه هما الاتنين بيكملوا بعض. خلاص كده. في ناس يعني بتعمل صلصه الخل والثوم دي بس لوحديها. اهو ده بقى، دي صلصة الخل والثوم، بحط عليها شوية من الشوربة. تمام، وشوية من الفلفل الاسود، وسيكة كده بس من الكمون. خلاص، بقلبهم تقليبة كده وبخليهم يغلوا غلوة واحدة بس على النار. كده بتبقى صلصة الخل والثوم بتاعتي خلصت. خلاص كده. وهنا الطماطم بتاعتي داخلة في ان هي تتسبك اهي. تمام. وخلاص المية بتاعتها هتنشف. ببتدي احط لها التوابل، ما بحطلهاش التوابل بتاعتها في الاول. احط لها نص كوبايه، نص معلقه من السكر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الكمون. خلاص، الحاجات 4 حاجات: ملح، كمون، سكر، فلفل اسود. وزودتها هنا لما لقيتها تقلت شويه معايا. زودتها شويه من الشوربه واخليها بقى بتغلي معايا على النار. بتغلي معايا انا، وهنا بقى الخل اعطيته غلوه واحده بس على النار بعد ما حطيت له التوابل. وهنا بقى هاجي بقى هظبط الطبق الفته بتاعي. انا بعمل ايه؟ في ناس بتعمل العيش ده بتحمره في السمنه. دي حسب حريتك. دي حاجه حسب حريتك انتي. تمام، انا بقطع العيش بس بحمصه. تمام، او لو هو عيش محمص. بس بفضل ان انا بحمص العيش بتاعي في البيت. خلاص، هنا كده خلاص الفته صلصه التوم خلصت معايا. خلاص، قطعت العيش وبسقسق العيش ده بتاعي يا جماعه. طبعا انا حاطه صلصه التوم، الخل والثوم، حاطه لها شوربه. تمام، بسقسق العيش ده بالخل والثوم، وطبعا فيه السمنه وفيه الدهون بتاعه الشوربه. فبصوا بتوديه في حته تانية. انا مش بحمره خالص في السمنه، عشان بس يعني ايه ما بيبقاش تقيل. خلاص. تبقى حاجه خفيفه كده وقمر قمر قمر. في اسكندريه البحر بيعملوا الفته كده، بياكلوها بصلصه الخل والثوم بس. لكن في القاهره بيحطوا لها الصلصه كده. انا بصراحه الصلصه كده عجبتني قوي، وبيبقى طعمها لذيذ جدا 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 في الاكل. لو وصلتوا لحد هنا، انا اسمي منى ودي قناتي. اشتركوا في القناه وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. شايفين بقى؟ بصوا الروايح يا جماعه في البيت قمر قمر قمر. هو عيدنا ده، العيد الكبير، ربنا ما يحرمكوش منه من حبايبكم يا رب. عيد الاكل والشرب والحاجات الحلوه واللحمه والفته والممبار والحاجات الحلوه دي كلها. لو عايزين اي اكله اعملها لكم قولولي وانا هعملها لكم على طول. بصوا بقى، هنا انا حمرت السمنه، حمرت اللحمه في قطعه من السمنه البلدي وزيت. تمام.
والسلام عليكم في فيديو جديد.